ماليش ذنب يا سعاده البيه. ده عربي وعبد الرازق كانوا بيجوا الاوضه وبيجيبوا معاهم نسوان وبعدين يخرجوا من غيرهم. تمام يا فندم. كملتوا حفر؟ العساكر مش طايقين الريحه، فاجرنا 4 عمال يقوموا بالشغلانه، ولحد دلوقتي طلعوا 3 جتت. فيهم رجاله يا محمد افندي؟ لا جنابك، كلاتهم ستات. لسه في جثث تاني؟ لا يا فندم، بس أنا وقفت الحفر لأن الدنيا اتمست والريحة محدش قادر يطيقها أبدا، فقلت نأجل الحفر لحد بكرة. حطيت حراسة على البيت؟ سبت قوة هناك وتحت أمر جنابك. ابعت قوة تقبض على العرابي وعبد الرازق. أنت تعرفي هم ساكنين فين يا رايا؟ سيادتك هتأمر بنقلهم للإسبيتالية؟ الأول اتعرضوا على الأهالي اللي مقدمين بلاغات للتعرف عليهم. أيوة يا حضرة المعاون، قول للشيخ الحارة يبلغهم عشان يجوا بسرعة. ايه الملف ده؟ كل دي بلاغات؟ دي جميع البلاغات اللي جات لنا عن اختفاء الستات، واللي ارتبط اسم رايا وسكينة بيهم على انهم اخر اللي اتشافوا مع الضحايا قبل اختفائهم مباشرة. نازلة؟ سعاده البيه أنا وليا ضعيفه ومكسوره الجناح، قصد 2 مفتريين وظلمه. مين الاتنين دول؟ واحد يا اسمه عبد الرازق والتاني اسمه عرابي الصوامعي. الصوامعي؟ نابو يا بيه، نابو الصوامعي. هو جدع صعيدي وعامل فتوه وبحر كله بيعمل له حساب. تاني غلبانه يا بيه، أنا عزمته هو وصاحبه عبد الرازق من قيمة يجي 3 سنين عندي. وعرفتيهم بأي صفة؟ بصفة جيران. أنا عرفتهم بصفة جيران، كانوا قصادي في السكن، وعرابي كان كل ما يشوفني يقول لي ما تخافيش من حد، إن حد زعلك أنا عرابي الصوامعي. وبعدين؟ إيه اللي حصل بعد كده؟ مرة يا بيه نوبة وأنا ماشية في الشارع في الإبراهيمية في عز الظهر. إمتى الكلام ده؟ من قيمة يجي 3 سنين، لا 6 أشهر. وأنا ماشية في الشارع قابلته هو وصاحبته نازلة بالليل، قال لي أنا عايز نجيب الحرمة دي ونيجي نقعدوا عندك في البيت. أني فهمت، قلت له بس أني جوزي يزعل. قال لي منعول أبوكي لابو اللي جابوا أبوكي أنت والراجل اللي أنيكي، امشي يا بت على البيت. خدتهم يا بيه، رمالي نص ريال وقال لي اجري هاتلنا أكل وشرب بس عواقي ما تجيش طوالي. وبعدين يا ريا؟ كملي ما تخافيش. بعدها بيه يجي بساعتين رجعت ولقيته قاعد قصاد البيت، ولما سألته على النازلة قال لي مشت، كانت مستعجلة ومشت جاتها القرف. وبعدين يا بيه بعدها بقيمة جمعتين بقيت أشم ريحة حاجة نتنة في البيت. قمت تاني خفت كمان أنا قلبي ضعيف يا بيه، يعني قلبي ضعيف. سألت جارتي أم حافظ قالت لي بيبخري بمستكة. قعدت مبخر يا بيه لغاية ما الريحة راحت. دي كل أقوالك ولا في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ أيوة يا بيه، أيوة. بعدها بردك بقيمة 3 أشهر، لا 4 أشهر يا بيه، قابلته في الشارع هو وصاحبه عبد الرازق وكان معاهم حرمتين. قالوا لي بردك احنا عايزين ناخد الحرمتين دول عندك في البيت. قلت لهم انا نخاف من جوزي الله يضربني. قاموا الاتنين يا بيه ضربوني بالشلوت في بطني. لا يا بيه حرام، كدب حرام. واحد ضربني بالشلوت في بطني والتاني ضربني بالشلوت في ظهري بردك. طب وفاطمة قريبة عبد الرازق دي واحدة من الجثث ال3 اللي لقيناهم مدفونين في اوضتك؟ عيني عليهم يا بيه، ما نعرفش، يمكن تكون واحدة منهم. لكن انت قلتي في محضر البوليس كلام غير ده. أنا يا بيه قلت إيه؟ أنا مش فاكرة. قلت ان انت عرفتي عبد الرازق عن طريق اخوك يا ابو العلا. أنا صراحة
مش فاكرة حاجة، ولا قلت ايه ولا ما قلتش ايه صراحة. طب ونظلة ابو الليل عرفتيها ازاي؟ أنا ما نعرفهاش يا بيه. ما تعرفيهاش؟ لكن امها بتقول في البلاغ انك صاحبتها وكنتي بتفصلي هدوم عندها. يا بيه ابعد عنك، ده ولية كبيرة وخرفت. ده دايرة عمالة تقول إن عرابي هو اللي حايش بنتها. أنا داخل إيه بالعبارة دي؟ انت ما بتتكلميش ليه؟ ما تتكلمي يا ريا. ايه؟ خلاص احنا رحنا في داهية. سكتي ليه دلوقتي؟ ده الوقت اللي لازم تتكلمي فيه. خلاص صوتك انحاش. انا دماغي هتنفعل. خلاص مش قادرة. كلامك راح فين؟ لسه عمال بينخر في نافوخي زي الدود اللي بينخر في جته معفنه. اتكلمي يا ريا. قولي يا اختي اي حاجه طفي بيها النار اللي قايده في جتتي. اتكلمي اتكلمي قولي لهم اللي احنا ما خلقناش حد. عارفة يا بنت الكلب لو نطقتي أنا هندفنك هنا مطرحك. واقفين بره مستنيين اوامر جنابك. فتشتوا بيوتهم كويس؟ ايوه جنابك. في اوضه عرابي لقينا كتينه ذهب وساعه معدن موجودين في اللفه هم قدام سعادتك. وعبد الرازق ما لقيناش في اوضته اي حاجه تهم التحقيق. نبه على شيخ الحاره انه يبلغ اهالي الستات اللي غايبه، والصبح اول ما يجيبهم تاخدهم وتطلع بيهم على بيت ريا عشان يتعرفوا على الجثث، واللي يتعرف على جثه تخصه تجيبه على هنا على طول. احنا ما نعرفش واحده بالاسم ده. ولا سكينة؟ ما نعرفوش واحده بالاسم ده ساعه البيه. ونظلة ابو الليل؟ ما نعرفوش واحده بالاسم ده ساعه البيه. دي كانت صاحبتك وكنت بتاخدها تروح بيها عند ريا. الكلام ده ما يمشيش عليها ساعه البيه. انت مصر على كلامك ده؟ مين اللي قاعد قدامك ده يا ريا؟ ده عرابي الصوامع. انت تعرف الست دي يا عرابي؟ أيوة عليك، أنت بتبحلق فيا كده ليه يا عرابي؟ عامل نفسك مش عارفني. ايوه افتكرتها ساعه البيه. الحرمه دي سكنت في المسكوبيه قد جمعتين، والسكان هناك كرشوها عشان كانت سمعتها وحشه. أخصى عليك.